مساء الخير، أخبار حضراتكم؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. معاكم مان العشري، مدير إدارة التدريب في بزنس أكاديمي، واللي سبيكر في إيفنت النهاردة سر نجاح في تحليل البيانات. أستأذنكم لو الصوت واضح نكتب رقم واحد في الشات. أستأذنكم لو الصوت واضح نكتب رقم واحد في الشات. لو في حد الصوت عنده مش واضح أو مش متفاعل خالص، أستأذنكم نساعده بإننا نبلغه يضغط على علامة المايك أسفل يسار الشاشة ويختار الاختيار. أستأذنكم لو في حد الصوت عنده مش واضح أو مش متفاعل خالص، نساعده بإننا نبلغه يضغط على علامة المايك أسفل يسار الشاشة ويختار الاختيار الأول. خلونا في بداية الإيفنت النهاردة نعرف أكتر عن أكاديمية بيزنس. أكاديمية بيزنس هي أكاديمية تعليمية خاصة مرخصة حاصلة على اعتماد الجامعة الأمريكية للعلوم وجامعة النيل الأوروبية والعديد من الجامعات والنقابات الخاصة، متخصصة في جميع مجالات الفريلانس زي إدارة الأعمال، تدريب المدربين تي أو تي، تحليل البيانات، وكمان ديجيتال ماركتينج، وكمان ال AI. أهلا وسهلا بحضراتكم في إيفنت النهاردة عن سر النجاح في تحليل البيانات. في عصر بقت فيه البيانات هي المحرك الأساسي للقرارات، وتحليل البيانات بقت مهارة أساسية لأي شخص بيسعى للنجاح والتطور في سوق العمل. في إيفنت النهاردة هنتعرف على إزاي بتتحول الأرقام والبيانات الخام إلى رؤية واضحة بتساعد على اتخاذ القرارات، وكمان فهم أعمق للسوق والعملاء، وتحقيق نتائج أقوى سواء للأفراد أو الشركات. ناقش أساسيات تحليل البيانات وأهم الأدوات المستخدمة ومجالات العمل المتاحة مع أمثلة عملية بتوضح إزاي التحليل الصحيح يفرق في الأداء والنتائج. البيانات موجودة عند الجميع، لكن السر في اللي يعرف يقراها صح. خلونا نرحب بمحاضر إيفنت النهاردة، الباشمهندس عمرو جمال. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور. أخباركم جميعا؟ نبدأ تمام بإذن الله. الحمد لله يا دكتور. نبدأ بإذن الله. أوكي. طيب، أهلا بكم معايا في المحاضرة التعريفية الخاصة بسر النجاح في تحليل بيانات. بإذن الله النهاردة مش بس هنعرف إيه الرود ماب اللي المفروض محلل البيانات يكون عارفها، ولكن هنعرف كمان نعمل حاجة في بروجكت هنشتغله على القوائم المالية. يمكن ناس كتير جدا بتدخل معانا الدورة عشان تعرف ازاي تحلل القوائم المالية وتعرف حركة البيع ويجاوب على أسئلة قائمة الدخل أو يجاوب على المركز المالي. فعندنا حاجة هنحللها في آخر المحاضرة. طيب، نتعرف كده تعريف سريع مع بعض. معاكم مهندس عمرو جمال، خبرة أكتر من 13 سنة في العمل الإداري والرقمي، ومدير تحليل بيانات بشركات دهانات القدس بالأردن، وحاليا مدير أيضا تحليل بيانات بوحدة التي تي يو جامعة سوهاج. بإذن الله النهاردة هنتطرق إلى آه، حاجات مهمة جدا جدا ليك كمحلل، وهتفهم إزاي تقدر تشتغل ريموتلي عن بعد، أو المفروض أنت كمحلل بيانات تكون عارف إيه. فده كده بس تعريف بسيط، وهنشوف المحور الأولاني ونبدأ نفيدكم. إيه أول حاجة هنتكلم عليها؟ سر النجاح وما هي البيانات. بعد كده هنتكلم عن محور تاني، وهو ايه هي حقيبتك كديتا اناليست شاطر، ايه حقيبة الادوات اللي لازم تبقى معاك. رقم ثلاثة، النهاردة هنتكلم عن اللغات البرمجية وقواعد البيانات وازاي بتساعدك في البيج داتا. ورقم أربعة، وهو أسرار رقم ثلاثة سوري، هو التطبيق العملي على سيناريو مشروع، وهنعمل ميني داشبورد. والمحور الرابع اسرار سوق العمل. يبقى احنا النهارده عندنا اربع محاور هنتكلم عليهم. اول محور، نقول تاني، هنتكلم يعني ايه بيانات ويعني ايه سر النجاح في البيانات دي. وبعد كده ندخل على الحقيبة، ثم ندخل على اللغات، وثم التطبيق العملي. هنا قصدي المحور الرابع. وعندنا كمان محور خامس، هو اسرار سوق العمل والتوظيف. فخمس محاور مش اربعة. طيب، اول محور هنا، يعني ايه بيانات وليه بنقول ثروة مهدرة؟
ثروة مهدرة لسبب بسيط جدا: مشكلة المورد الخبيث أو الذكي اللي بيضحك عليك وبيزود 10% تدريجيا كل شهرين أو كل شهر من غير ما تلاحظ. المورد ده لو أنت كنت لاحظته من الأول كان بسهولة جدا كان ممكن توفر على الشركة 15 مليون جنيه مثلا خلال السنة دي. ففي شركات امتى هتحس بقيمة محلل البيانات؟ لما يجي يكتشف له حاجات زي كده، فهيعرف ان هو كان بيخسر كتير لولا يعني لما يوظف محلل البيانات هو اللي هيقدر يفيده. لان مثال بسيط جدا: كان ممكن لو هم اكتشفوا المشكلة دي كان لقوا مورد تاني وممكن بسعر اقل، وكمان كان قللوا تكاليف ضخمة جدا. تعال نحكي على مشكلة تانية ليها علاقة بالإعلانات الممولة. الناس اللي بتصرف ميزانيات ضخمة ممكن تكتشف اصلا ان انت بتخسر، مش بس ان انت بتحقق ايرادات، وتلاقي نفسك صارف تسويق وتكاليف كتيرة جدا وان انت ما بتكسبش. مين اللي يقدر يقول لك فعلا اذا كنت انت حققت صافي ربح كبير ولا لا؟ كمان عندي مشكلة تالتة تقدر تفهمك الموضوع: المخزون. بيجي اي حد صاحب بيزنس يقول لك انا حاسس ان انا عايز اشتري الجواكت دي مثلا، جواكت جلد، هي دي اللي هتشتغل معايا. طب هل عرف منين ان جواكت الجلد هتشتغل؟ هل في اعتماد على تنبؤ بالمواسم؟ هل في تحليل لمعدل دوران المخزون ويعرف مش بس بالإحساس؟ عندنا مشكلة كبيرة جدا إن أنت بتطلب المنتجات بالإحساس من غير ما يجي محلل بيانات يقول لك والله ده المنتج الأكثر طلبا، وإن ده المنتج اللي هيشتغل معاك، وإن ده اللي هيخلص، وإن ده اللي المفروض تشتريه، ويبدأ ينبهك بالنتائج دي يعني. ده أول حاجة بنتكلم فيها: احنا ليه اصلا بنحلل بيانات؟ وممكن نشتغل على اي ريبورت ممكن تتخيله، بس الاكتر التقارير التشغيليه والتقارير الماليه. طيب، تاني حاجه معانا النهارده: معظم الناس بتبقى عايزه تعرف الزتونه. يعني ايه؟ هو انا المفروض ابقى معايا ايه؟ يعني ابقى شاطر في ايه بالظبط؟ حقيبه الادوات بتاعتك المفروض يكون عندك مهارات في الاكسل، ويكون عندك المهارات اللي في الاكسل دي على الاقل يبقى معاك دول كلهم الحاجات المكتوبه هنا. يعني تكون فاهم محاسبه واحصاء. يعني ما ينفعش اكلمك كده كمحلل بيانات اقول لك ما تقول لي ايه الفرق ما بين الوسيط والمتوسط وما تعرفش ترد، او يعني ايه انحراف معياري، ويعني ايه نسبه تفاوت. فالحاجات دي مشكله. لازم تفهم اساسيات احصاء على الاقل، لازم تفهم محاسبه وتبقى فاهم اساسيات محاسبه عشان تعرف تتعامل مع التقارير الماليه. امتى هتضرب، امتى هتطرح، امتى تقسم جزئي على كلي. لازم يكون عندك اساسيات في المحاسبه. كمان البيفت تيبل دي لازم تكون محضر ماستر كده فيها، زي البيفت تيبل دي حاجه جوه الاكسل لازم تكون مقفلها. لان في الاكسل بالذات حته البيفت تيبل دي بنجيب لك يعني اسئله تكنيكال في الانترفيو اللي بيكون التقني، بنجيب لك اكتر اسئله على البيفت تيبل. لازم كمان تكون في الحقيبه بتاعتك وانت بتدرس اكسل تكون فاهم حاجه اسمها الدوال البحثيه زي الفي لوك اب والاكس لوك اب وغيرهم. لازم تكون مقفل معادلات النصوص والتاريخ والوقت. لازم تكون عارف باور كويري، دي ما فيهاش جدال. لا يمكن تتعين في شغل كديتا اناليست لو انت ما بتعرفش تشتغل على الباور كويري. دي من اهم الحاجات اللي انت لازم كمان تكون دارسها ادفانسد، يعني دارس حاجه فيها اسمها الام لانجويج. يعني خلي بالك من الحاجات المهمه جدا جدا. حاضر، اللي عايز الملف ده واترجمه لكم هقول لكم على ابلكيشن بيترجم عادي. نوت بوك ال ام دلوقتي بقى بيترجم. موقع ذكاء اصطناعي اسمه نوت بوك ال ام، ممكن تديله اي ملف يترجمه لك باللغه اللي انت عايزها. اسمه نوت بوك ال ام. بس يعني خلينا نرجع لموضوع. يعني اي ديتا انا ببعتها لك انت ممكن تترجمها عن طريق هذا التطبيق. ده تطبيق ذكاء اصطناعي اسمه نوت بوك ال ام، خطير جدا يعني. طيب، خلينا نروح كمان لرقم 5 تاني. باور كويري مهم. يعني اول 5 حاجات دول سلام بقى لو ورقه وقلم معايا عشان هعرفك انت المفروض عشان تلاقي شغل في هذا المجال. اول حاجه لازم يكون عندك مهارات اكسل. طب يبقى عندي ايه؟ يعني انا عايز انجح، هو الايفنت اسمه سر النجاح. حلو.
فلو اي حاجه من دول عندك ناقصه فكده انت كده مش ديتا اناليست ناجح. طيب لازم تتعلم حاجه اسمها المعادلات الشرطيه. الكونديشنز والشروط دي مهمه. تتعلم داله اسمها اف واف متداخله، اف واور، اف واند، مهمه. لازم تتعلم ضبط المدخلات بالديتا فاليديشن. وكمان تتعلم التنسيقات الشرطيه، يعني ان انت تلون يعني تضع تنسيق شرطي ان هو يلون لك نتائج معينه لل مثلا موظفين اللي اقامتهم قربت تنتهي، فيبدا يدي تنسيق شرطي باللون الاحمر على الموظفين دول. لازم تعرف تريموف للدوبليكيت، يعني تلغي التكرار، وده من نوع من انواع عمليات تنظيف البيانات. لازم تعرف تتعامل مع كل التشارتس، كل المخططات اللي جوه الاكسل لازم تكون عارفها. لازم يكون عندك اختصارات اكسل عشان تبقى ايه، دايما تكون سمارت، تكون ذكي وانت بتستخدم الاكسل. كل ما يكون معاك اختصارات فدي حاجه كويسه. لازم تبني داشبورد احترافيه زي دي. تقدر تبني دي داشبورد بالاكسل تكون تفاعليه. اختار يناير يتغير معاك كل حاجه هنا فوق، ويتغير مثلا اختار الربع الاول بيتغير معاك كل حاجه. وبترد على الاسئله الداشبورد دي، بترد على المحاور اللي مطلوبه منك. لازم تعلم تبني حاجه اسمها اكسل داشبورد. يبقى تاني، ال 12 حاجه هم مع بعض، اللي عايز يبقى فاكرهم دول مهارات الاكسل اللي لازم تكون عندك كديتا اناليست علشان تنجح. طب انا لو معايا مهارات الاكسل دي بس، هل تشغلني؟ لا، تعالى لسه. لازم يبقى عندك ادوات عرض تانية. تكون متعلم باور بي اي وتابلو ولوكر ستوديو. حاجه اسمها لوكر ستوديو. يعني ايه ده؟ يعني انا بتعلم اعمل داشبورد احترافيه بالاكسل. ده مش كفايه، لان عندنا 3 برامج تانيين مهمين جدا تكون دارسهم. برنامج اسمه الباور بي اي، وده من البرامج الجميله جدا. ده بتقدر تطلع عليه الداشبورد بالشكل ده. يعني دي مرحله النشر. وبرده موجود فيه يعني تقدر تعمل حاجات منه كتير زي الرسومات دي، وتقدر تعمل ربط للبيانات منه. حاجه اسمها الداتا موديلنج، الربط البيانات. ولازم عشان توصل لليفل اكسبرت فيه برضو لازم تكون متعلم حاجه اسمها لغه الداكس. ايه دوال الداكس دي؟ دي دوال داكس مثلا ممكن تجيب لك مين اعلى سائق مثلا، ده لو مشروع على الان درايف او زي اوبر وكريم، اللي هم البيزنس بتاع العربيات وكده. فبيتغير معاك انتراكتيف، يعني ممكن تختار الشهر هنا يناير، يقوم يقول لك اعلى سائق كان ابراهيم. دي معموله بايه؟ دي معموله بداله عامله زي دوال الاكسل، داله داكس. لازم تجيب نسبه المكتمل من الرحلات بداله داكس. اللي ما يعرفش داله داكس او دوال الداكس الاساسيه دي مصيبه. ليه بقى؟ لاني المحترف الخبير في الباور بي اي هو اللي لازم يعمل على الاقل الحاجات دي. طب الباور بي اي ده، هل انا في الشغل بيطلب مني الداشبورد بتاعتي اطلعها على باور بي اي بس؟ لا، ممكن واحد تاني يقول لك لا اعملها لي اكسل. طب ممكن شركة تانية تقول لك لا اعملها لي ببرنامج اسمه تابلو، فهيبقى شكلها كده. ده برضو بنتعلمه في الدبلومة الشاملة بتاعتنا، ده تابلو. ايه قصة تابلو؟ برضو بيستخدم للعرض، للرؤى. فعلى الاقل تابلو برضو لازم تتعلم ازاي تبني داشبورد شاملة زي دي. هي بتبقى شيتس الاول، والشيتات دي بتجمعها في داشبورد كامله، وازاي تكبر حجمها وازاي تتعامل معاها بشكل كويس. ده برضو برنامج للعرض. يبقى انا عندي لازم يكون عندي، قلنا مهارات اكسل ومهارات في ادوات العرض. مين ادوات العرض؟ هم 3 برامج تانيين. ايه هم؟ قلنا باور بي اي، تابلو. ده تابلو برضو لازم تكون دارسه. طيب كمان في برنامج تالت، وبقى على فكره بقى مشهور جدا وبقى يطلب، يعني لو انت مش عارفه ممكن ما تتوظفش بسبب ده. اسمه لوكر ستوديو. ده بيشتغل بنت. ده شكله، ده بنطلع الداشبورد عليه بالمنظر ده. ده اسمه لوكر ستوديو. ده برضو من المرحله. انت عندك مرحلتين. انت كديتا اناليست ممكن نلخص عمليه اللي انت بتعملها
عمليه داتا كليننج وربط، او ربط يعني، او دمج البيانات. بعد كده مرحله تانية اسمها نشر. فانت اصلا دايما ملخص الداتا اناليست ان هو بيعمل الحاجتين دول: ينظف، او ساعات الداتا بتحتاج تتربط او بتحتاج تدمج، وبعد كده تنشر. نشر يعني 4 برامج يقدروا يعملوا الموضوع ده: اكسل داشبورد، باور بي اي، مين تاني، تابلو. في برنامج ناقص، مين يقوله؟ اكتب لي في الشات اسم البرنامج الناقص. في برنامج للنشر، مين يكتبه؟ تعالى نتفاعل كده مع بعض. ما احنا لسه قايلينه، اسمه لوكر، اسمه لوكر ستوديو، هو مفتوح قدامكم. يبقى انا عندي كام برنامج للنشر؟ عندي 4 برامج اقدر اطلع بيهم بداشبورد. يبقى مين برامج العرض اللي هي بديله لداشبورد الاكسل؟ الباور بي اي، التابلو، لوكر ستوديو. طيب، وسط كل دول بقى في خطوات بنقدر نعملها. حتى باور بي اي جواه، خلي بالك جواه باور كويري برضو، لازم تكون دارسها جواه تاني. يعني دي نفس الاداه اللي موجوده هنا فوق، هي باور كويري، بتبقى برضو ملحقه مع الموديول بتاع باور بي اي، بتساعد في تنظيف البيانات. يعني ايه انظف بيانات؟ يعني امسح مسافات زايده في البيانات، يعني اعمل معالجه للبيانات بشكل كويس. فانت مراحلك كديتا اناليست، انت بتعمل المرحله دي الاول لحد ما توصل للنشر هنا. طيب، هل لو انا درست الاكسل بالحاجات اللي انت قلتها دي، ورحت درست ال3 برامج دول، هل اشتغل محلل بيانات؟ الاجابه نعم، بس تشتغل كده. يبقى ده اسم الوظيفه بتاعتك. ايه ده انا عارف 4 برامج، حرام عليك جونيور ايه؟ انت عايز تقول لي جونيور مبتدئ؟ ده انا اعرف 3 برامج، وكمان اعرف الاكسل بالادوات الادفانسد اللي فيه، اللي هي الادوات المتقدمه، وتقول لي جونيور؟ اه، ما تعالى اقول لك ليه. السينيور هو اللي يكون معاه اللغات البرمجيه وقواعد البيانات. يعني ايه؟ يعني انت حتى لو درست ال3 برامج دول ودرست المهارات اللي في الاكسل اللي فوق، هيبقى اسمك جونيور، ومرتبك هيبقى 10,000 مثلا بالكتير. طب لو انا عايز ان الاعلى بالسالري بتاعي والاقي وظائف اكتر، يبقى هنا في حاجتين، في 3 حاجات قصدي. واحد، ان انت تكون دارس سيكوال. 2، بايثون. 3، لغة الار. دول تقدر تتعامل مع داتا كبيرة او صغيرة. في الخطوات دي هنستخدمهم اكتر عشان نعمل كده، نعمل داتا كليننج، او نربط او ندمج بيهم. يبقى تاني، انت عندك كام وظيفة؟ 4. اول وظيفة هنا ان انت تنظف بيانات، او تربط بيانات مع بعض، او تدمجهم تحت بعض، بعد كده تنشر. طيب، ايه اللي المفروض اكون دارسه في السيكوال؟ في السيكوال هنا على الاقل لازم اكون دارس الربط، ودارس ازاي ان انا انظف بيانات. يعني جزء الداتا كليننج داخل مع كله، لازم اتعلم داتا كليننج من السيكوال، او اتعلم داتا كليننج اهي في البايثون، او اتعلم داتا كليننج في الار، لغة الار. اكاديمية بيزنس اكاديمي بتوفر ال3 دول، بنشرحهم مع ال3 برامج بتوع العرض، مع الاكسل، بالشكل، بالحقيبه دي كلها. اكتر محتوى شامل
مليان كل حاجه. تمام كده. طيب. طيب برضو عشان نقدر نفيدكم، طبيعي ان النهارده المحاضره اسمها سر النجاح، وطبيعي ما تكونش فاهم يعني ايه داتا كليننج قوي، ان الكلام ده طبعا بيتطرق لعدد ساعات كبير. بس انا النهارده بحاول افيدك بايه؟ بحاول نقسم العمليه اللي هي الرود ماب، بحاول اقسم لك الرود ماب بتاعتك. يعني انت عشان تنجح في المجال ده محتاج تبقى فاهم هذه العناصر المكتوبه في الملف ده اللي هنبعته لكم باذن الله. طيب. لازم على الاقل بعد ما خلصنا كم محور دول، لو عديتهم دول ثلاثه ثلاثه والاكسل يبقى هم سبعه. طيب. النهارده علشان نخلي المحاضره جميله، فعندنا هنا يعني دي حقيبه التدريب خلاص خلصناها، يعتبر حقيبه التدريب ده كان تاني حاجه. طيب. يبقى هما كانوا في الاول صح زي ما كنت عامل. المحور الثالث عندي هنا قائمه دخل زي ما انت شايفينها من يناير وفبراير. طيب عايز احللها، هنا اديها وقت. ايه الوقت؟ من 7 22 هنبدا نحلل، يعني نبدا نعمل مشروع على قائمه الدخل والمركز المالي. الاول عايزين نعرض حاجه. ايه هي؟ عايزين نفهم الاول هو احنا قائمه الدخل بتجاوب على ايه اصلا، عشان في غير محاسبين معانا اهم. لحظه. قائمه الدخل بتجاوب على سؤال احنا كسبنا كام، حركه البيع والشراء خلال شهر. المركز المالي بيجاوب على سؤال احنا عندنا كام رصيد، قيمه اجهزه. هبدا بقائمه الدخل انها اسهل. اي جدول زي ده مثل يعني الاول انت كمحلل بيانات لازم برضو من مهامك مش بس داتا كليننج وبس، انت مهامك بتعمل داتا كليننج وتجميع وربط ودمج. طيب. فهنعمل حاجه اسمها تجميع دلوقتي. فهنقف هنا في كليك في اي حته فاضيه على الجدول ده، ونروح نعمل انسيرت. لحظه. وهنختار هنا بيفت تيبل. هنختار هنا انسيرت واختار بيفت تيبل. طيب وبعد كده اختار ايه هنا؟ هضغط اوكي فيفتحوا لي في شيت تاني. عندنا بيفت تيبل دي بتلخص، يعني ممكن اسحب الشهر هنا، يعني ادوس كده احطه في رو، واحط المبالغ في يعني احط المبالغ في فاليو. فكده عرفت اجمالي يناير بعت بكام واجمالي فبراير بكام. وفي حركه خطيره جدا، ان انا لو شديت التصنيف في كولوم هيعرفني ايرادات يناير ومصاريف يناير، وايرادات فبراير لوحدها ومصاريف فبراير. يعني بسحبها كده عشان تيجي اعمده. كده قدرت اوصل لافضل تحليل بشكل بسيط. يعني انا النهارده مش هناخد حاجه عاليه قوي. المفروض ان احنا نعمل ايه؟ بس يعني مؤاخذه. احنا النهارده عندي افكار ازاي تشغلك كتاسيات تجميع. يعني بناخد اساسيات في التجميع هنا. فمين اللي بيجمع؟ في طريقه تجميع بتساوي بيفت تيبل. طيب فانا جمعت هنا طبعا يناير فبراير، بس انا هرجعك لقائمه الدخل تاني. كان فيها نظام تصنيفات.
فانا لو شديت هنا في الشيت التاني ده التصنيف في كولوم هتتظبط. كمان ممكن اشيله واخليه حساب فرعي، وهيبدأ يعرفني كل حاجة حصلت في الحسابات الفرعية. يبقى مين يتسحب في الرو؟ الشهر. دايما فاليو هتسحب عمود فيه قيم فيه ارقام. كولوم دي الحاجة اللي انت عايز تحسبها وتشوف ملخصها ايه. طب لو انا عملت كده بس، يبقى هنا هيجيب لي ايه؟ الشهر ومين ويا دوب والمبلغ اللي قصاده. يعني ده اجمالي المبلغ اللي حصل بس ما فيهوش تفاصيل. طب لما انا اعمل حساب الفرعي، لا يجيب لي بالتفاصيل. يعني يجيب لي بالتفاصيل وكل حاجه. بس هنا السحبه بتاعت الكولوم دي ممكن تغيرها بكذا طريقه. ممكن تشيل الشهر اصلا وتحط البيان الوصفي، او تحط قصدي الحساب الفرعي، ويظهروا لك كده اجمالي الانتقالات كانت كام، اجمالي الايجار كان كام، اجمالي البوفيه كان كام. يعني بيتجمع. طب ممكن اشيل الحساب الفرعي واخليها تصنيف. طيب ايه افضل طريقه اشتغل بيها مشروعي؟ اول حاجه لازم تفهم رو وفاليو، دول اهم اتنين. رو وفاليو. الصف اللي انت عايز تجمعه يبقى هكتبها لكم هنا كملاحظات. الصف المراد تجميع او تلخيص بياناته يتم وضعه في رو. طيب فانا هنا ايه؟ حاطط التصنيف هنا في رو. طب انا عايز اعرف ايه؟ اجمالي المبيعات هنا. ماشي. طيب اعمل ايه بعد كده؟ اشطر ناس بتروح تبني سلايسر، تعمل حاجه اسمها انسيرت سلايسر الاول من بيفت تيبل انالايز، وتحط مثلا الشهر. السلايسر ده فايدته ايه؟ ان انا لما اعمل يناير يقوم جايب لي ايرادات ومصاريف يناير بس. لو عملت فبراير يتغير ده اوتوماتيك. اشطر ناس بتعرف تعمل داشبورد على الاكسل هي اللي بتعرف تشتغل على البيفت تيبل. ليه؟ لان الداشبورد بتاعت الاكسل دي هي عباره عن كذا جدول محوري من ده. فهناخده ده نحدده، نعمل له كليك يمين كوبي، نعمل كليك يمين هنا بيست. طيب هقوم عامل حركه جميله جدا. هغير التصنيف واخليها الحساب الفرعي. ايه رايكم في الفكره دي؟ دلوقتي يناير لو غيرتها هتتغير معاك كل البيانات اللي هنا برضو هنا، ولو خليتها فبراير هيتغيروا هنا. يعني انا بدبليكيت بعمل الجدول محوري مره واحده بس. بس يفضل نرسم السلايسر بتاع الشهر الاول، لان انت بتجاوب على محاور تحليل. ايه محاور التحليل اللي انت بتجاوب عليها؟ واحد سالك قال لك انا عايزك تعرف لي اجمالي ايرادات واجمالي مصاريف، اجمالي الحسابات الفرعيه لكل شهر. ده لسه انا كل ده بعمل لك ايه؟ ظبطت العمود ده والعمود ده. طيب فبالنسبه لك كده دي ميني داشبورد جميله كفكره. طبعا لسه هنطلع بقى بالرؤى اللي هو الايه، المخططات. فهتقف ونعيد الحاجات دي تاني. لما نعيد المركز المالي هبقى ايه، اعيد لكم تاني الطريقه. طبعا شيت 8 ده بيفضل تدوس عليه دبل كليك وسميه بيفت تيبل هنا. طيب هتروح بقى تعمل حركه. اقف في اي مكان على الجدول وروح لانسيرت واختار هنا ايه اعمده زي دي. هعملها تاني. اقف هنا كليك على الجدول التاني، انسيرت. اه كليك معناها كليك شمال. بعد كده اختار الاعمده دي. طبعا ممكن تعمل كليك يمين هنا عند الارقام
sort largest. يعني ايه كليك يمين عند الرقم sort largest to smallest عشان يكبر، يعني برضه ممكن تعمل هنا كليك يمين عند الارقام sort largest. طب الرسمه دي ناقصها حاجه، ايه هي؟ ناقصها ان انا ادوس على علامه الزائد دي وافعل حاجه اسمها الداتا ليبل، ان يظهر البيانات. دوس على الزائد دي وافعل الداتا ليبل. كده انت عملت اصغر داشبورد بسهوله جدا معايا. تخيل في محاضره ما خدتش مننا 10 دقائق، بالك بقى لما ناخد مع بعض الدوره كامله تبدا تحس ان انت هتحب تحلل اي داتا تقف تحت ايدك. بص كده شغال تفاعلي ازاي. الريبورت بتاعك خطير جدا، بيتغير هنا وبيتغير هنا اوتوماتيك، بس لازم تبنيه نفس السيكونس اللي انا شرحتها. طيب مش كده اقدر ارد على سؤال؟ ايه هو السؤال؟ اقدر اروح لريبورت وورد، اديله النتيجه واقول له ايرادات، ده الريبورت اللي انت بتسلمه مع الاكسل. اقول له ايرادات الشهور تساوي كذا، تساوي كام؟ 219. تمام. بجاوب على محاور بقى. يعني في ملف كمان انت بتسلمه، انت كده بتسلم ريبورت وبتسلم البيانات اللي انت هتطلعها هنا. طيب كله يركز معايا بقى في الحته اللي جايه. هنروح لقائمه المركز المالي، نعمل لها نفس الخطوات. هروح هقف في اي مكان على الجدول واحاول الجدول ما يبقاش فيه حاجه جنبه ولا حاجه تحته. طبعا قائمه الدخل بناخدها ليه؟ عشان تجاوب على مشاكل. ايه المشاكل دي؟ اللي هي احنا كسبنا كام. اما المركز المالي بتجاوب احنا عندنا كام. طيب مين يجاوب معايا؟ هروح خطوات بناء داشبورد، ايه هي؟ خطوات بناء داشبورد على الاكسل. اول خطوه لازم احاول يعني اروح لانهي تبويبه. تبويبه اسمها انسيرت. اختار منها ايه؟ اقف على الجدول انسيرت، اختار منها بيفت تيبل. عيدها تاني، أنا طبعا هنعيد كتير جدا وهتطبق الحاجات دي معايا. المحاضره متسجله على فكره، يعني هتبقى بيزنس اكاديمي هتبعت لكم المحاضره، ولو عايزين ملف ده ابعته لكم، ابعته لكم برضو على الجروب. هتدوس انسيرت بيفت تيبل وتدوس اوكي. هتقوم تسحب مين؟ التصنيف المحاسبي، او تشده بايدك، ممكن تسحبه كده بايدك انت، او ممكن تدوس علامه صح وتسحب المبلغ هنا في الفاليو. فعرفك اجمالي الاصول اجمالي الالتزامات. طبعا اعمل كليك يمين سورت لارجست، او ارسم سلايسر الاول قبل ما دبليكيت اسميه الشهر. طبعا بعدين هبقى اعلمك تربط الجدولين مع بعض. ده بعدين في لو اخدت معانا الدبلومه الشامله مش هعلمك تعمل كل واحد لوحده، هعلمك الاتنين ازاي تربطهم مع بعض. بس دي صعبه يعني تتشرح دلوقتي، فهنضطر نعمل كل واحد لوحده. طيب هنقف هنا نحددهم، نعمل كليك يمين كوبي، ونعمل هنا كليك يمين بيست. وهغير التصنيف المحاسبي اشيلها واحط مكانها الحساب الفرعي. خطيره، خطيره جدا كمان. طبعا شيت 9 ده دوس عليه دبل كليك، سميه بيفت تيبل المركز المالي. يشتغل معايا تفاعلي السلايسر ده. بص خطير. طيب بص بقى، ما لا يخبرك به اي ديتا اناليست الكلام اللي انا بقوله لك. أنا عايزك ايه؟ تحب تستخرج تفاصيل التجميع البيانات. انت عارف انا لما عملت الحركه دي يعني انا عرفت اصولي الثابته قد ايه وعرفت الرواتب والاجور والموردين وكل حاجه.
وبص الجمال ده، يعني بيشتغلوا معايا تفاعلي. هقف كليك هنا على اي مكان في الجدول، انسيرت، واختار الاعمده دلوقتي، او ممكن اختار اي شكل تاني، بس احنا خلينا الاعمده بتبقى اوضح. بعد كده هقف هنا كليك، ثم انسيرت، نختار الاعمده، وما ننساش الزائد داتا ليبل، وهنا نقف كليك الزائد داتا ليبل. وبكده عملت داشبورد صغيره للمركز المالي. يعني تخيل بقى، انا عايز اقول لك ان الكلام ده، انت يعني مش هشتغل على مشاريع مركز مالي وحاجات كده بس، لا، انا خلال الدبلومه شغال على اكتر من ريبورت مهم جدا. طبعا الحاجات دي ممكن تحطها كبورتفوليو ليك، يعني تخيل الحاجات اللي انا قلتها لك دي بالشكل ده اللي انت شفتها ممكن سهله، هو ده اللي المفروض تكون متعلمه بشكل كبير، مع حاجات معينه تانية لازم تكون برضو فاهمها اكتر من كده، وبتقدر تشتغل از داتا اناليست. لكن زي ما قلنا احنا النهارده بنتعلم ازاي بس نعمل ميني داشبورد، حاجه كده بسيطه. طبعا المحور بقى الرابع اللي انا ناوي اكلمكم فيه، تمام، اسرار سوق العمل والتوظيف. ناس كتير يعني عشان نخلي ايفنت كمان شكله حلو وكمان تطمن، مش شرط تكون حاسبات ومعلومات، سيبك من اللي بيقول لك الكلام ده غلط. يعني مش شرط تكون خريج حاسبات ومعلومات، يعني انا مش خريج حاسبات ومعلومات ومدير تحليل بيانات في دهانات القدس بالاردن، سيبك من الكلام اللي ده. لكن مهم تكون ايه؟ المهم يكون عندك بورتفوليو. الشهادات مش مهمه، حتى الشهادة يعني بيفرق معاك اكتر بورتفوليو بتاعك. اه الشهاده بتثبت، ولكن اللي يعرفك انك كمحلل بيانات شاطر، انك تعمل حاجات زي اللي عملتها النهارده مثلا، تعمل ريبورت زي اللي احنا عملناها دلوقتي، تجاوب على ملف الوورد ده وتدخل التفاصيل والنتائج الرئيسيه بتاعتك والتفسيرات، وتدي توصيات. اما ولا الشهاده ولا ان انت تبقى خريج حاسبات معلومات هو ده اللي هينجحك. ليه؟ اول سؤال بنساله لك لما تيجي تقول انا عايز اتوظف عندكم، هقول لك فين البورتفوليو. البورتفوليو ده افضل طريقه عمل ليه نعمله على جوجل درايف. يعني لما تفتح جوجل درايف عندك كده، اي جيميل عندك، تعمل نيو فولدر، الفولدر ده تسميه مشاريعي، مشاريع محلل البيانات، وتدوس انتر. والفولدر ده تضع فيه المشاريع بتاعتك من نيو فايل ابلود، وتبعت اللينك ده شير لاي حد. ده اللي هينجحك في هذا المجال. يعني ادي اهو الملف ده نحفظه، ده موجود اللي على سطح المكتب، ونضعه هنا. يبقى ده اول مشروع ليك، اسمه قوائم ماليه. وتشير اللينك ده شير شير، وتختاره اي حد، وكوبي، وتديه بقى للشركات، وتملى بقى مشاريعك هنا. طيب، تاني حاجه، بروفايلك على لينكد ان. انا في ناس هي اللي بتتواصل معايا عشان انا البروفايل بتاع لينكد ان بتاعي مظبطه ورافع عليه مشاريع. فلينكد ان مهم، وانت كمان تدور على فرص شغل. طيب، حجم الطلب كبير جدا، وانت مش متخيل حجم الطلب، لان احنا كمان دلوقتي بقينا نحتاج ديتا اناليست لكل فرع، او 3 ديتا اناليست لكل فرع. تخيل، يعني لو بيزنس ليه 10 فروع، هيوفر لك في كل فرع عايز 3 محللين بيانات. ما تصدقش الناس، انا لسه مكسب طالبين مني 5، شركه اسمها مكسب، ما اعرفش تسمعوا عنها ولا لا. مكسب
لسه طالبين مني 5 محللين بيانات، شركه تجاره وتوريد. فهو في شغل، في شغل، ولكن للناس اللي معلش كده اللي معاه الرود ماب دي، ده اللي هيتميز. لان سيبك في ناس يقول لك ايه، هبقى اديك اكسل وباور بي اي. معلش، عارف، هتتفاجئ مفاجأة رهيبة جدا، انه مش هيقبلوك عشان مش بتعرف تشتغل تابلو او لوكر ستوديو. هتتفاجئ مفاجأة ان معظم الشركات دلوقتي عايزة حد مخلص كل المحاور دي، بما انه هيديك مرتب عالي. ليه انا اجيب واحد ما بيعرفش يشتغل غير اكسل ومعاه باور بي اي بس؟ فبيزنس اكاديمي بتقدم لك حاجة فيها كل المحاور، حتى لغة الار الإحصائية موجودة. طيب، حاجة كمان، عشان نبقى فاهمين برضه، ال- اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده ده مجرد بداية. يعني انا لازم اكيد في حاجات ما تكونش فاهمها، لان احنا بندي محاضرة تحسسك ان انت اقرب، لان في ناس خايفة ان هي تتعامل مع المجال ده عشان تكنيكال وكده. فاحنا بندي محاضرة كده منها انت تستفيد، نديك رود ماب. وفي نفس الوقت لو حابب تكمل معانا، عندنا دبلومة شاملة هتختصر عليكم الطريق. بدل انت براحتك عايز تاخد الرود ماب دي وانت تدور وتتعلم سيلف ستادي، مفيش اي مشكلة، بس احنا هنختصر عليك الطريق وهنديك تطبيقات عملية لجميع المهارات التقنية في كل محور من المحاور، وهتبني مشاريع حقيقية مش بس على القوائم المالية زي ما عملنا النهاردة. تبني مشاريع أقوى بكتير، هتبني داشبورد أعلى وشكلها أكثر احترافية على الباور بي أو على الإكسل أو على تابلو أو على لوكر ستوديو. تبني مشاريع قوية، هتبقى عندك سكيلز هتطلع من ال يعني من الدبلومة شاطر في 7 حاجات. لأني انا بحاول اوصل خبرتي اللي هي 13 سنه للناس. أنا بحب مجال التدريب من زمان، كنت مجموعه رقم حاجه و30 اللي ضربتها تحليل بيانات خلال يعني السنه دي بس يعني. اما ممكن تكونوا المجموعه رقم حاجه و50. فبحاول اوريكم المحتوى التكنيكال اللي انا اعمل له كوستمايزنج باحسن طريقه وبافضل اساليب وباسرع اساليب، بلخصها عليك وبوريك الاخطاء اللي انت ممكن تقع فيها. وطبعا بنتعلم ازاي نعمل السيره الذاتيه، وازاي نجتزم مقابلات والاسئله، ازاي تجاوب اسئله الاكسل، وازاي تجاوب على اسئله اي محور من المحاور، ازاي تبدا تبقى شاطر فيها يعني. طيب. آه، لا، مش اسرار. احنا بننشر مشاريع آه، ببيانات وهميه. حلو السؤال ده. لما بنيجي نبني بورتفوليو خاص، بنحط مشاريع بنغير في البيانات. يعني مش بنخلي البيانات زي ما هي، بنغير فيها. طيب، خلينا نشوف لو حد عنده أسئلة. طيب. طبعا أنا اتشرفت بيكم النهاردة وشكرا لحسن استماعكم. طبعا كان أنا حابب يعني أتناقش معاكم، بسيب بس آخر وقت لو في أي استفسارات بالنسبة لحاجة أنا قلتها فوق. إحنا النهاردة اتكلمنا عن 4 محاور. عيد تاني، اتكلمنا عن يعني إيه تحليل بيانات، وإيه فايدة البيانات. بعد كده اتكلمنا على حقيبة الأدوات. بعد كده اتكلمنا على اللغات البرمجية، مفروض من ضمن الحقيبة بتاعت، يعني معلش، اللغات البرمجية قصدي من ضمن الحقيبة. بعد كده اتكلمنا عن المحور الثالث وعملنا مشروع قوائم مالية، مشروع قائمة الدخل اللي هو المركز المالي قصدي. ده
في سؤال حلو، هل هنتعلم اللغات البرمجيه دي هنتعلمها من الصفر للاحتراف في جزء تحليل بيانات؟ اعلمك ازاي تدمج 100 مليون داتا، 100 مليون رو، 400 مليون رو. اعلمك تتعامل مع البيج داتا بافضل كود، سواء في البايثون، سواء في السيكوال، سواء في الار. مش بديك المنهج اللي هو البيزكس في الكودينج في البايثون، لا احنا بندرس منهج قوي جدا. في محاضرة تعريفية فيها منهج شامل، وفي يعني المنهج بتاعنا متقسم على آه، أجندة. الأجندة ممكن يعني بزنس أكاديمي بتوري لك الأجندة بتاعت المنهج بتاعنا، أنا بس ملخصهم هنا. أما لا، تحت كل عنصر من دول في حكايات كتير. طيب، ناخد أسئلة تاني. آه، عايزين نتعلم الإكسل باحترافية. عايز أقول لك إن الإكسل هتبدأ تدرسه كخبير، لأن اللي بيعرف الحاجات دي هو اللي بياخد لقب خبير إكسل. يعني ده الأدفانسد إكسل اللي أنا كاتبه ده. وأعلمك تعمل الدوال دي من ورقة لورقة. على فكرة خبير الإكسل هو اللي بيعرف يعمل الدوال من ورق لورق، بيعرف يكتب دالة كاملة بإيده. والمنهج كامل بدرسه لك بإذن الله يعني. لازم تدرس البرامج دي كلها. حلو السؤال ده. دراستك للبرامج دي كلها تميزك في سوق العمل. احنا لما بنيجي مثلا تشتري حاجة، هل الحاجة اللي انت هتشتريها دي اكيد تشتريها احلى حاجة وتكون كويسة، صح؟ فتخيل لو انت ك ك يعني مش هقول بتبيع خدماتك، مش بتبيع نفسك يعني. تخيل لو انت بتبيع خدماتك وبتقول انا بفهم اكسل بس وباور بي اي، وجي واحد بعدك في نفس الانترفيو قال لا ده انا اعرف اكسل وباور بي اي واعرف تابلو لوكر ستوديو واعرف دول، هياخدوه هو. فهمت؟ ما انت الدبلومه بقى بعلمك ازاي تدرس الحاجات دي معايا، او انت ممكن تدرسها سيلف ستادي بقى لو انت مش هتشترك معانا، ملناش نصيب مع بعض. فانت تضطر تدور على الحاجات دي، تريسيرش عليها وتذاكرها. عادي، دور على ال 12 حاجه دول هم في الاكسل، وحاول تتعلم البرامج التانيه. بس فكره الدبلومه ان احنا هنساعدك في وقت قصير ازاي يبقى عندك 7 ادوات انت دارسهم، هتلخص على نفسك حاجه كتير. واعتقد البيزنس اكاديمي عامله خصم يعني جميل جدا، يعني عامله خصم كويس من يعني بتاع السنه الجديده. فاعتقد ان انت هتبقى استغليته يعني. واعتقد كمان عندهم مرونه حتى في السداد وكده. 25 محاضره. طيب، آه، هل ممكن الاداره لو عايزه تكلمين في حاجه، لو مثلا عايزين تعرفوا حاجه من الاداره برضو والشق الاداري؟ مساء الخير يا دكتور. مساء النور. هو حضرتك هتخلص معاهم الجزء بتاع الايفنت وانا هدخل معاهم الشق الاداري، مفيش اي مشكله. تمام، انا بس باخد الاستفسارات دلوقتي، لو هم عندهم اي استفسارات تقنيه انا هبقى معاكي برضه. ممكن تكلميهم في تمام يا الشق دكتور. الاداري تمام يا دكتور، لو في اي حد عنده اي استفسار يتفضل وانا مع حضراتكم. بالنسبه للفتره بتاعت الدبلومه 3 شهور 4 مدار يومين في الاسبوع، السبت والثلاث الساعه 8:30 مساء. وزي ما الدكتور عمرو يعني وضح لحضراتكم ان احنا في عرض بمناسبه رأس السكون يوم 31/12 من الساعة 12
اي حد عاوز يعرف العروض بتاعتنا يسيب رقمه في الشات، وانا بقى خدمة العملاء تتواصل معاه توضح له كل التفاصيل. لو في حد حابب يسأل اي حاجة اتفضلوا، انا مع حضراتكم. طب هو اعتقد ما فيش اي استفسارات. خلاص كده. ان شاء الله الايفنت مسجل، هينزل اللينك بتاعه بكرة بأمر الله على الجروبات كلها. لو في بدرس سؤال في معاكم إدارة سؤال الأعمال، للاستاذ هل خالد. بتناسب المواعيد؟ اه، في سؤال للاستاذ خالد معلش بعد اذنك، بيسأل هل انا المفروض لازم اكون دارس حاجة قبل ما اجي الدبلومة؟ لا مش شرط، ان احنا بنبدأ من الصفر في كل حاجة يعني، ما تقلقش. تمام ماشي، اتفضلي. أستاذ خالد، حضرتك بتدرس معانا إدارة الأعمال. يعني هيكون في اختلاف أو تعارض فعلا في يوم السبت، لأن في إدارة أعمال يوم السبت الساعة 9 وفي 8:30 آه، تحليل بيانات. احنا ممكن في الحالة دي نتكلم مع المحاضرين، مثلا نخلي إدارة الأعمال حد وأربع بدل سبت وأربع. لو في مرونة مع المحاضرين والدنيا تمام والمواعيد مظبوطة معاهم، مش هيكون في مشكلة بإذن الله. هل متاح أي استفسارات تانية؟ لو في أي استفسارات تانية اتفضلوا، أنا مع حضراتكم. لو حد حابب برضو تفاصيل كاملة، نقدر نسيب رقمنا على شات زوم، يتبعت لي أنا برايفت لوحدي، وأنا إن شاء الله ببعته لخدمة مع حضراتكم. أستاذ عبد السلام بيسأل على التفاصيل المالية. حضرتك بتسأل على تفاصيل المصاريف خارج العرض ولا أثناء العرض؟ طيب، هي الدبلومة عاملة خارج العرض 4,500 قسط. أما بالنسبة للعرض ده، خدمة العملاء بتتواصل فيه مع حضرتك لشرح التفاصيل. حضرتك تقدر تسيب الرقم وهيتم التواصل معاك في أقرب وقت. تمام يا فندم، إن شاء الله هيتم التواصل مع حضرتك بكرة في مواعيد العمل من الساعة 10 صباحا للساعة 6 مساء، عن طريق مكالمة تليفونية أو عن طريق الواتساب. هو غالبا هيكون واتساب لأن الرقم مش مصري، مظبوط كده؟ العفو، تحت أمرك في أي وقت. تمام يا أستاذ عبد السلام. هل متاح أي استفسارات تانية؟ شكرا اشكرك، شكرا لحضرتك يا ليك. أستاذ عبد السلام. اشكرك. العفو يا أستاذ خالد. تمام، أنا بشكر شكرا لحضراتكم جدا، وشكرا عليكم. الإيفنت هيكون مسجل بإذن الله، وهينزل بكرة على جميع الجروبات. ولو احتجتوا أي حاجة في أي وقت، أنا الرقم اللي بينزل أي حاجة بتنزل على الجروب بتكون من خلالي، تقدروا تتواصلوا معانا في أي وقت إن شاء الله. وشكرا لحضراتكم جدا. تصبحوا على ألف خير، مع ألف سلام. شكرا لحضرتك يا دكتور عمرو. اشكركم جميعا. كل سنة وانتم طيبين. مع الف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.